السلام عليكم خوت الحباب، تدعي لاباس عليكم بخير. يعني ديروا لايك وبارطاجيو بالقبول. شكرا لكم. فرنسا تؤكد مغربية الصحراء الشرقية بوثيقة تاريخية تؤكد فيها بأن سلاطين المغرب كانوا يمارسون سلطتهم على تندوف وبشارة من خلال تعيين القضاة والقياد وممثليهم الشخصيين، ويرسلون الظهائر إلى قبائل الصحراء الشرقية. وتثبت منظومة الاتفاقيات الدولية للمغرب مع الدول الكبرى أن القوى الأجنبية كانت تلجأ باستمرار إلى سلطان المغرب لحماية أنشطة مواطنيها في الصحراء الشرقية والغربية المغربيتين. الأراضي الشرقية هي منطقة اقتطعتها فرنسا إبان العهد الاستعماري من الأراضي المغربية وضمتها إلى مستعمرتها الجزائر، اعتقادا منها أن الجزائر أصبحت جزءا لا يتجزأ منها، ونظرا كذلك لغنى هذه المنطقة الشرقية بالثروات المعدنية. وأخيرا كعقاب للمغرب والذي ساعد الثوار الجزائريين ضد فرنسا، وتمتد هذه الصحراء الشرقية من واحات فيكيك شرق المغرب إلى منطقة عين صالح وسط الجزائر، كما تمتد من منطقة تندوف جنوب غرب الجزائر حاليا إلى تخوم الحدود المالية الجزائرية.